عمر ساكن بهذا البيت انت اللي صورته هسه. هذا هو عباره عن خرابه، لا يملكه هو ولا يملكه اخوه ولا تملكه امه الله يرحمها ولا يملكه ابوه الله يرحمه. هذا هديه من خوالم قاعدين بيه يتعطفون عليه قاعد بيه. يطلع نائب ويقول من اهل الرمادي على شهيد البطل، يقول هذا اصلا من اهل الرمادي. صحيح؟ اصلا من الرمادي، مثل ما انا اصلي من العماره مولود بالزبير. هاي ردا على النائب اللي طلع بالتلفزيون وحكى، وثقناها البارحه بقناه فضائيه البطاقه التموينيه مصوره. منو عايش وياه بهذا البيت؟ عايشه خالته بس. عايشه بس خالته. هي مربيته؟ هي مربيته ومتكفله به. عرفت شلون؟ لان هو يتيم الاب والام، وباثناء الولاده توفت امه. عيشته شنو؟ يشتغل وياي انا اخوه كبير، انا اخوه بالتبني، احنا تبنيناه وهو طفل، هو بالقماط جبناه ربيناه احنا. صار 27 سنه احنا متكفلين به. عرفت؟ ويشتغل وياي عماله. يوم يحصل 25 يوم ما يحصل. خلي يشوف وين الجوكريه، وين السفارات الامريكيه اللي تعطي بالدولارات. هاي عيشه واحد عايش بالدولارات، ما يملك له مطبخ مثل العالم، ما يملك له مكان ينام به مثل البشر. مو هذا طلع عليك انت يا الضابط، ارد اقول لك انت يا الضابط، مو طلع هذا يدافع عن حقك وحق ابنك وحق زوجتك وحق بنتك. انت من رميته، انت يعني هسه خلصت من عقاب الدنيا، شو تقول لي لله باكر؟ شلون استقبل؟ اتصل بي صديق عن طريق تليفونه، قال انت اخو عمر، انا مسجل، هو يسجلني اخوه وانا مسجل اخوي. قلت له ايه؟ قال لي اخوك استشهد بالمظاهرات. من وصلنا هناك للمستشفى الفيحاء لقينا المظاهرين جزاهم الله الف خير متحاكين ويا رائد مدري ضابط، ما اعرف انا ما شفت بعيني بس سمعت الحقيقه، يردون يسوونها انه هذا الشخص هذا البطل مات بدقه عشائريه. وبعدين قالوا لهم لا، مات بساحه التظاهر، وهذا التصوير اخر لحظاته، اخر دقيقتين التصوير موجود. الله جزاه الله الف خير، جانا عقيد بالادله الجنائيه، عقيديه بالادله الجنائيه، الرجال متعاون وجزاه الله الف خير. كشف عليه قال هذا مضروب برصاصه، وشاف التصوير ووثقه، وحاله للطب العدلي. واكو بعض الاشخاص بالداخليه قالوا لا انطعن بسكينه، بس مدير صحه البصره جزاه الله الف خير تعاون ويانا. وانتم وثقتوا البارحه احد الشهود شاهد عيان قال انا من ضمن الثلاثه اللي نقلوه، هم ثلاثه كانوا، قال انا شفت شخص بالمواصفات اللي طاها وموثقه عندكم، وهذا على قائد عمليات يعرف الشخص هذا اللي ادلى بالشهاده، يجيبه ويتحقق وياه. مو واجبنا احنا نروح نجبره، تعال ناخذه، تعال دلينا القاتل، واجب الدوله. يعني شو طالبوا هسه؟ نطالب الدوله تجيب لنا قاتل ابنه. عمر ما متزوج، عمر شاب بسيط متواضع، العالم كلها تحبه، بحياته ما عنده مشكله. هاي مراكز الشرطه، هاي الدنيا كلها، روح شوف لي اي قضيه عليه. هو طلع حاله حال الشباب يريد وطن، يعني هاي جريمه اللي يريد وطن. يما عمر، يما معدل، يما ماتت امه عمره 3 اشهر وهم ذول جوارين. رحت للفاتحه جبته وخفت عليه دوشونه، جبته من عمره 3 اشهر وهسه 26 سنه ربيناه بعز ودلع، ما خلينا على خل، كل حليب ايده من الكبار نجيب له من كان صغير، والحصار كان موجود. يما ودلعنا، يما ربيناه تربيه صالحه، يما لا من الطلاعين ولا من المشايين، يما هاي الجيران مربوده عليه كلها رب، يما عينه بالقاع لا يمشي لا يطلع، لا عنده سوالف مو زينه، عمره 14 سنه وصام وصلى. يما شافوا ابوه توفى تالي من ورا امه، انا اللي ربيته وخواله قالوا هذا البيت هو اي هذا البيت هو الربا، هذا البيت هو الربا. يما جاني امس، يما بالاربعه، يما مبدل وكاشخ وحلو جميل ماكو مثل جماله وترتيب. قال اريد مصرف، قلت له صعد لاخوك، صعد لاخوك. يما شال له 20 وحط بيده، قلت له وين تروح؟ قال لا يما هنا بتجهزه شويه يم جماعتي، بتجهزه ما ادري ذي راح. مثل ما صلينا وخلصنا الصلاه يعني ماكو دقائق يما العشار قولهم 3/4 ساعه مره، يوم صلينا وخلصنا وقضينا والصايح صح تليفونات قالوا عمر قلت له والله يمه
عمر العصرية يطلع يروح يلعب طوبة ويرجع، من صارت هاي مال المظاهرات يطالب بحقه. يعني مو كفر، تأذى هو حيل تأذى. شو بتوضعيته انت؟ ولد مؤدب خلوقيا ويتيم، وهذا بيته، شفته؟ هذا بيته مهدم. والله العلي العظيم خسرت المنطقة كلها.